السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله هنعمله المخلل المشكل بتاع المطاعم. بتاع المطاعم بقى بتاع الفول والفلافل. بإذن الله طبعا. معايا تشكيلة من المخلل، معايا لفت، معايا جزر، معايا كرنبيت. طبعا انا بنضف اللفت كويس قوي عشان بيبقى فيه طينة، بغسله كويس وبغسله بنقعه يعني، وبغسله بالفرشة كويس قوي. وبعد كده بقطعه صوابع، وبعدين الصوبع بقطعه نصين كمان علشان بس بقى ايه، بقطع الصوبع تخين بحيث ان هو يتحمل معايا التخليل ما يدوبش. ده السر بتاع المخلل، ان هو يقعد معاكي لازم ايه، تدخني حتة المخلل يعني. وطبعا هقولك على سرين يخلوا المخلل مظبوط معاكي بإذن الله. طبعا انا بقطع اللفت كويس كده زي ما انتم شايفين معايا. بقطع الصبح حتتين او 3 حتت. وبقطع الجزر طرنشات، وبقطعه حتتين برضو، بحيث ان حتتين او 3 على حسب الحتة اللي انا بقطعها يعني. طبعا انا بقطعه صغير بحيث ان اللي ياكل حتة وما يفضلش في الطبق، ياكلها كده على قد بقه بالظبط يعني. معايا طبعا قرنين من الشطة، انا فرمتهم علشان هحطهم على المخلل. بيدوا برضو طعم حلو للمخلل. لو عاوزة تعمليه مثلا سبايسي شوية، ديت يعني بيخلي المخلل طعمه جميل. ومعايا بنجرية غسلتها كويس قوي ونضفتها، وبعدين ضربتها في الكبة. ديت بتدي المخلل، بتخليه اللون البينك اللي احنا بنشوفوه دوت، اللون الجميل ده اللي يفتح النفس عند المطاعم. طبعا هو اللون بتاعه بيبقى لون النبيت الغامق، وبعد كده كل مادة بيفتح معاك وبيبقى لونه زي البنك. بحط طبعا معايا رتلين من المية، بضيف عليهم 8 معالق من الملح. وعلشان خاطر تظبطي الملح بتاعك وتعرفي ان هو مظبوط، جيبي بيضة. وبعدين بص انا بضيف طبعا 8 معالق من الملح، يعني 4 معالق، 8 معالق قصدي، ممسوحين يعني. 8 معالق ممسوحة من الملح، بدوبهم كويس قوي. وبعدين بجيب بيضة علشان تظبط لي يعني الملح بتاعي، عشان اعرف ان الملح بتاعي ظبط. انا عارفة ان الرتل بياخد 4 معالق، ولكن لو عاوزة يعني تعملي المخلل، ولو أول مرة مثلا بتعملي وما انتش عارفة تظبطي الملح بتاعك، جيبي بيضة. لو طلعت على الوش خالص، تعرفي ان الملح بتاعك ده مش مظبوط. لو سقطت تعرفي برضو ان الملح مش مظبوط. لو بانت منها حتة صغيرة تعرفي ان الملح كده بتاعك كده ايه، تمام. وتوكلي على الله واعملي المخلل، وان شاء الله هيقعد معاكي باذن الله لمده طويله، مش هيجرى له حاجه. انا طبعا حطيت البيضه وبان منها حته صغيره خالص يعني، عامت على الوش بس بان منها، ظهر منها حته صغيره. فتعرفي ان كده المخلل بتاعي كده تمام. انا حطيت طبعا انا عارفه مقدار الملح بتاعي، فانا حطيت 8 معالق على الرتلين الميه. بس حطيت لكم، حبيت ان انا يعني ايه، اعرفكم ان الملح كده مظبوط يعني. حطيت قرنين فلفل ضربتهم في الكبة، وبعدين ايه ضفتهم على المخلل بتاعي. وبعدين هقلب المخلل كويس قوي بحيث ان هو يشرب مع من الفلفل يعني كويس. وبعدين بقلبه زي ما انتم شايفين تقليبه كويسة. وبعدين بكون معايا محضرة طبعا برطمان معقمة كويس. تعقميه ازاي؟ لو عندك البرطمان ازاز، تحطيه في المية المغلية وتغليه شوية لمدة 5 دقايق. لكن البلاستيك بتحطي فيه شوية مية مغلية وتحطي شوية خل وتشطفيه كويس، وبعدين تكفيه لغاية لما يصفى يعني كويس. وبعد كده بتفضي فيه المخلل. طبعا السر السر التاني بتاع المخلل بتاع المطاعم، ان انتي تحطي معلقة سكر على الوش. بتضيفي معلقة سكر على المخلل دي يعني معلقة الملح دي بتحفظ المخلل، وفي نفس الوقت بتخليها مقرمشة لآخر حتة. بحط فصين من الثوم، بحط ورقتين من الورق اللوري.
وباحط يعني فصين من التوم واحط ورقتين من اللورا. هي ديّة طبعًا برضه مادة حافظة ليه، وبتدّي له برضه طعم. لو لسه معايا لغاية دلوقتي في الفيديو يا ريت ما تنسينيش في اللايك وفي الشير، وما تنسيش الاشتراك. الله يبارك فيكم. ويعني كومنت جميل كده لأختكم برضه. يعني أنا يعني في أي معلومة أنا ما باستخسرش فيكم، يعني باحب إن أنا أقول بس بافيد برضه أخواتي في الله. أنا يعني باحبكم في الله، فباحب إن أنا أفيدكم برضه، وأنتم يعني أقل حاجة تعملوها معايا إن أنتم يعني ت تعملوا لي لايك، تكتبوا لي كومنت حلو كده، تعملوا لي اشتراك، علشان يعني إيه، يوصل لِك كل جديد أنا باعمله إن شاء الله. وأي معلومة أنا مش هاستخسرها فيكِ، ومش يعني مش هاخبيها عليكِ. زي ما أنتم شايفين أنا فضّيت أهوّة المَيّة بتاعة المخلل، وضِفت زي ما قُلت لكم فصين من التوم، ورقتين من الورق اللوري. وطبعًا غطّيته كويس بورق الاسترتش بالstretch wrap. وطبعًا باقلّبه بقى يمين وشمال بحيث إن المخلل كلّه يدوب مع بعضه والسكر يوصل لتحت. لازم تقلبيه كويس كده، ترُجّيه زي